بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه تشيما، وهو شاب مراهق وغلبان جدا، وعمره ما دخل في علاقة ولا حتى بيقدر يبص في وش واحدة. فبياخدوا صاحبه حفلة عشان يوريله هو ازاي بيتعرف على اي واحدة، ولكن ولا واحدة بتعبره، لا هو ولا صاحبه. وبيكون حلم تشيما انه يسافر مع البنت اللي بيحبها ويعملوا اللي هم عاوزينه. ولما بيرجع البيت بتعرفه والدته انه هينام على الكنبة، لان عمه خايمي على وصوله هينام في سريره. وقبل ما يعترض بتفكروا ان والده قبل ما يموت وصاهم على خايمي. وبيبدأ العام الدراسي الجديد، وبتكون دي اخر سنة ليهم في الثانوية. فبيدخلوا الحصة وبتنصحهم المدرسة بانهم يجربوا حاجات ما عملوهاش قبل كده. فبياخد بالنصيحة وبيحاول يعمل اللي ما اتعملش. معلش هو انت بتعمل ايه؟ هو انت شايفني كلبة؟ فبتشوفه المدرسة وبتنادي عليه وبتقول له يشيل الحمام اللي عملته القطة هنا. فبيسألها اشمعني كل مرة انا اللي بنضفها. فبتسأل كل الفصل على اضعف واحن طالب، وكلهم بيقولوا تشيما. وبيكون زعلان لانه دايما بيعمل الحاجات اللي كل الناس بيرفضوها، لكنه مش قادر يرفض خالص. ولما بتخلص الحصة بتنادي المدير على تشيما وبتقول له بما انك مشهور في المدرسة بانك الحنين او الضعيف او الطري، فانا عاوزاك في خدمة. انتوا جايبيني تهزقوني ولا ايه؟ عاوزاني انضف لك ايه انت كمان؟ لا مش كل مرة نظافة، المرة دي عاوزاك تخلي بالك على كلوديا، ودي طالبة جديدة معانا في المدرسة، ولو رافض انا ممكن اشوف اي حد غيرك. وبيفرح جدا وبيتصاحب عليها. فبتسأله لو معاه عربية لان بيتها بعيد خالص. فبيكذب عليها وبيقول لها انه معاه وهيوصلها عشان ما تسيبهوش. ولما بيروح بيطلب من والدته العربية بتاعتها، لكنها بترفض. وساعتها بيوصل العم خايمي، فبيرحب بيه تشيما وبيحكي له على مشكلته، وان الحل الوحيد عشان يقرب من كلوديا انه يوصلها، عشان ممكن تتصاحب على الولد اللي كل بنات المدرسة بيحبوه، وبكده هيبقى وحيد في حفلة التخرج. فبيطمنوا عمه انه هيديله عربيته. وتاني يوم بياخد عربية خايمي وبيروح لبيت كلوديا. والحنين اول ما بيشوفها بيتسحر بجمالها وبيفتح لها الباب. ولما بيوصلوا المدرسة بيكون فخور بنفسه جدا وهو معاها، وبيوصلها كمان للفصل وبيديها جدولها، وبيعرفها انها هتخلص حصتها وتلاقيه قدام الفصل. وهو وبره بتروح له ايلي اللي كان معجب بيها، وبتفكروا بصحوبيتهم زمان والاغاني اللي كانوا بيسمعوها مع بعض. ولكن بتاجي كلوديا وبتقطع كلامهم وبتاخد الحنين وبتمشي. وبيبان على ايلي انها بتحب تشيما. ولما بيوصلها عند البيت بتسأله لو بيحب اليوجا، وانها عاوزة تروح وعشمانة انه يوصلها. وبتعدي فترة وبيفضل يوصلها من البيت للمدرسة للنادي، وبيكون صرف كل فلوسه عليها. دي لو مطلعك من فانوس سحري مش هتعمل لها كل ده. وفي يوم بيروحوا حفلة في بيت زميلهم سيباس، وده الولد اللي كل البنات بتحبه. وساعتها بتزحلقوا كلوديا وبتروح لسيباس، وبيتريقوا عليه صحابه وانها كده بتعتبره السواق بتاعها. مش عيب عليك تبقى هنا وحبيبتك هناك؟ فبيروح عشان ياخدها. فبياخدوا سيباس وبيعرفوا انه عاوز يرتبط بكلوديا، وبيسألوا لو بتحب حد. لا ما هي ما بترتبطش برجالة. وبيروح ياخدها وبيمشوا قبل ما حد يسحبها منه. وتاني يوم بتسأله والدته عن البنت اللي بيحبها، وان خايمي حكى لها على كل حاجة، وبيقول لها ان هو وكلوديا بيحبوا بعض. فبتيجي اخته وبتسأله ليه مسمينك واو، وبتقول له ان الاسم ده معناه نباح الكلب، بمعنى ان تشيما الحيوان الاليف لكلوديا. فبيتصدم لانه كان فاكر انها بتحبه. فبيروح لإيلي، ودي كانت صاحبته ايام الطفولة، وبيسألها هتروح الحفلة مع مين، لان الحفلة دي كابلز ولازم تدخل ومعاك صاحبتك. بس بتكون زعلانة لانه اتفق معاها انهم يخرجوا وما راحلهاش، وبترفض تروح معاه الحفلة. فبيزعل وبيكون هيمشي. فبتنادي عليه وبتوافق انها تروح معاه. وبعد شوية بيقابل كلوديا وبيسألها لو فعلا بتعتبره حيوانها، لكن بتقوله ان سيباس بيتجاهلها. فكده مضطرة تروح معاه هو الحفلة. فبيفرح وبكده هيفكس لإيلي. ولما بيروحوا المدرسة صحاب كلوديا بيسألوها هتروح مع مين الحفلة، فبتقول لهم مع تشيما. فبيتصدموا وبينصحوها ما تعملش كده، لان تشيما بمثابة حيوانها الاليف او المطيع. وبتنادي على حيوانها الاليف وبتقول لها بصي ده زيه زي تشيما لا اكتر ولا اقل. وبتقتنع كلوديا بكلامهم. ولما بيروح تشيما بيكون زعلان لانه شاف كلوديا مع سيباس، وبتتصل بيه وبتحكي له على اللي حصل، وبتعتذر له لان سيباس هيروح معاها الحفلة. فبيزعل جدا لكنه بيقول لها تمام روحي مفيش مشكلة. وبعد شوية بيروح لإيلي وبيطلب منها تروح معاه الحفلة. فبتسأله هو انت مش كنت رايح مع كلوديا؟ فبيقول لها لا طبعا مستحيل. وبتوافق إيلي لانها بتحبه. وبيجي ميعاد الحفلة، وقبل ما يروح بينصحوا خايمي ما ييأسش ولازم يعترف لكلوديا بمشاعره. وبعدها بيوصل الحفلة مع إيلي، ووقتها بيشوف سيباس وهو بيرقص مع كلوديا وبيكون زعلان جدا. لكن بتوري له إيلي الورقة اللي كتبوا فيها احلامهم وهم في اعدادية، وان كان حلم إيلي انها تكون معاه في الحفلة اللي هم فيها
عليها النهارده، وبيروحوا يرقصوا وبيكونوا مبسوطين، وبكده حلمها اتحقق. لكن بتشوفهم كلوديا وبتكون غيرانه جدا لانها اتعودت على اهتمام تشيما، فبتروح لهم وبتطلب من تشيما انها تتكلم معاه، وساعتها بتقول له انها غيرانه لانه مع إيلي. فبيفرح وبيقول لها ان هو مع إيلي عشان هي سابته، وده زعله لانه كان فاكر انهم بيحبوا بعض. وهم بيتكلموا بيوصل سيباس وبتحكي له كلوديا على اللي حصل، فبيتريقوا عليه وانه ساذج، وبيشكروا سيباس لانه خلى باله على حبيبته، وان تشيما احلى حيوان اليف. وهم بيمشوا من هنا بتوصل إيلي من هنا وبتساله ليه كان بيعتبرها ستيبن، ولسه هيقول لها انت فاهمه غلط. بتزعل وبتقول له انها سمعت كل حاجه وهي في الحمام، وبتعيط وبتسيبه وبتمشي. فبيجي صاحبه وبيغلس عليه، بعد كل الاهتمام والوقت والفلوس اللي ضيعتها هتقضي يوم زي ده لوحدك؟ فبيتعصب تشيما وبيكون هيضرب صاحبه، والسواد اللي في القلب بيطلع، وبيقول له انا والله زهقت لانك فاكر نفسك مهم وبتتعالى علينا، انت شخص متردد وما عندكش شخصيه، وعشان كده خسرت كل حاجه حتى اصحابك. وساعتها بيزعل جدا تشيما وبيفضل يشرب لحد ما بيبقى مش في وعيه خالص، وساعتها بيسهر طول الليل يشرب وبيكون زعلان جدا. ولما بيشوفه خايمي كده بيطلع يسنده وبيقول له باين عليك اتبسطت في الحفله، لكنه بيكون متضايق وبيقول له انه كذاب وانه قاعد هنا عشان خاطر ام تشيما، لكنها مش عاوزاك لانك في نظرها حيوانها الاليف. فبيزعل جدا عمه ومش بيرد عليه. وتاني يوم بتدخل له والدته الاوضه وبتقول له ان خايمي ساب لهم رساله الوداع ومشي، وانها حاولت تتصل بيه لكنه مش بيرد. فبيحاول يتصل بيه لكن تليفونه بيكون مقفول، وبيبعت رساله لإيلي لانها ما بتردش عليه، وبيعتذر لها وانه فعلا اسوأ شاب في العالم، لكن مش بترد عليه وبيكون ندمان من اللي عمله. فبيروح المدرسه وبيبقى وحيد جدا، ولا إيلي بتقبل اسفه ولا اصحابه بيكلموه. ولما بيروح بيلاقي والدته بتعيط وبتكون زعلانه ان خايمي سابها ومشي لانهم كانوا بيحبوا بعض بس محدش اعترف للتاني، وبتقول له انه هيتخرج الاسبوع ده، ووالده لو كان عايش كان هيبقى فخور بيه جدا، وبتنصحه ما يغلطش غلطتها ولازم يعبر على مشاعره في وقتها، يمكن بعد كده ما يبقاش عنده فرصة انه يعبر. فبيدخل الأوضة وبيبعت رسالة لخايمي وبيحكي له كل اللي حصل من بداية السنة الدراسية لحد آخر أسبوع في المدرسة، وبيعتذر له انه طلع زعله في أكتر حد بيحبه، وبيطلب منه يحضر حفلة التخرج بتاعته. ويوم التخرج بتشوفه المديرة وبتطلب منه مساعدة، لكن اللي بيحصل غير كل مرة وبيعتذر لها وبيمشي. ولما بتشوف إيلي الهدية اللي جابها لها تشيما بتفرح جدا لأنها بتحب المزيكا زيه، وبيقف تشيما في نص المدرسة وبيزعق للأولاد اللي بيجروا ورا البنات، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يعني وقفتها جنبك بتديلك ثقة في نفسك؟ انا كنت فاهم غلط، يعني لما اروح حفلة مع بنت حلوة حياتي هتبقى افضل، لكن اللي حصل عكس كده خالص، خسرت كل صحابي وخسرت احسن واجمل بنت في العالم. وبيقول لماني انه فنان وموهوب مش حيوان اليف خالص، وانه هيقدر يبقى فنان كبير وفير اذكى شاب في المدرسة كلها. ليه محدش عاوز يسمع رأيك او حتى يتصاحب عليك ويبقى قريب منك؟ وبيقول لهم انهم لازم يبطلوا اللي بيعملوه ده، وان مفيش حد كلب مطيع لاي حد، وان كلهم حلوين بس زي ما هم. فبيحضنوا سيباس وكلهم بيسقفوا لتشيما، وبيكون تشيما كبر وشخصيته اتغيرت بعد اللي حصل له، وبيكونوا كلهم مبسوطين بيه. وبعد شويه بتكون هتبدا الحفله، فبتروح كلوديا لتشيما وبتعرفوا انها انفصلت عن سيباس لانهم مش شبه بعض، وبتطلب منه يرجعوا لبعض. فبيرفض وبيعرفها ان كان نفسه يحصل كده بس ده كان زمان، لان وقتها ما كانش يعرف هو عاوز ايه، لكن دلوقتي هو عارف هدفه وكل ده بسببها. وبيقول لها خلينا اصحاب احسن. ولما بيقعدوا جنبه اصحابه بيعتذر لهم، فبيقولوا له انهم اخوات مش صحاب وان مفيش بينهم زعل. وبعد شويه بيتكرم تشيما، فبيتفاجئ بعمه خايمي جايله وبيفرح جدا انه ما سابهوش في يوم زي ده. وبعد الحفله ما بتخلص بتساله إيلي ليه مش هيطلع معاهم الرحله، فبيعرفها انه صرف كل فلوسه على الهدايا، وبيكون اشترى تذكره لإيلي عشان تسافر الرحله، وبيطلب منها تسافر وتتبسط. واهلها بينادوا عليها فبتحضنه قبل ما تروح لهم، وهو بيروح لاهله وبيباركوا له بالتخرج، وبيديله خايمي هديته وبيطلب منه يسافر الرحله مع اصحابه، وان اليوم ده مش هيتكرر تاني ولازم يحتفل ويفرح. وبيقول لهم خايمي انه مش هيسيبهم تاني. فبتفرح ام تشيما وبتحضنه، والاحضان بتفوح في المكان. وبعدها بيكونوا في الطياره وكل واحد قاعد مع حبيبته، وإيلي بتروح لتشيما وبتساله مش كان حلمك زمان تسافر مع اللي بتحبها؟ وبس بيعيشوا الابطال بامن وسلام، وبينهي البطل الفيلم وهو محقق كل الاحلام اللي حلمها. كده الفيلم يكون خلص. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. انا مؤمن محمد، اشوفكم على خير، وايه، السلام.